رقم 2 بيشوف جينا وابنه بيقرر ينتقم منها لانها السبب في كل ده وضيعت وقتهم على الارض، وبيتحكم في ديف وبيقول لها ان رسمها واللوح بتاعتها وحشين. ورقم 3 بتقلق من تصرفات رقم 2 وبتروح للكابتن القديم وبتحرره، بس رقم 2 بيشوفها وبيقبض عليهم وبيقرر يطلعهم بره الروبوت وبيرميهم من مناخيره، وبيمشوا في المدينة وبيكونوا خايفين البشر يدوسوا عليهم. ورقم 3 بتصرح الكابتن انها متضايقة وبتتخانق معاه لانه رقص مع جينا وهي لا. بعدها بيمسكوا كيس بلاستيك وبيستخدموه كباراشوت عشان يطيروا ويوصلوا للروبوت، لكن الكيس بيشبك في مساحة عربية والسواق بيشغل المساحة وبيطيروا من العربية، بس بينزلوا على جزمة ديف. وساعتها الكابتن بيتأسف لرقم 3 وبيقول لها انه اختارها تيجي معاه المهمة دي على كوكب الارض لان قلبها طيب، وبيقول لها انه من غيرها ما كانش هيبقى حاجة. فبتقول له هو ليه ما قالش الكلام ده من زمان، فبيقول لها انه لسه متعلم من البشر ازاي يطلع مشاعره، وانه كان المفروض يعمل